خمس ست بيوت مع بعض مسكرين على حالهم. اي اه. ابو غالب زكاتك انه يدخلوا من هون من الحارات. احنا في حارات الشام القديمه، تعال ناخذ لنا فتله مع بعض فيها. هون على يميني كان ابو غالب، هون ياكل كتله بالزاويه على النافوره هاي. هون اكل كتل ابو غالب لقال بس من معتز. هون كانت المغاره اللي يطلعوا منها الفرنساوي الطحين شوالات، كانوا يدخلوا من هون هيك بين الحارات. تعال فرجيكم، تعال تعال. كانوا يدخلوا من هون من الحارات، شايفيني، ويطلعوا فيهن على عند دار ام بدر، ولا عند فريال من الدار من البير. ما بدي اكون مخربط، واضح انه احنا في حاره ابو النار مش في حاره الضبع. ممكن لانه هي ابو النار مركب مكيفات هون. هاي العقيده جاب البسكليت، شايفين؟ هاي ايش؟ جد جد بدون مزح، هاي حارات الشام القديمه. حبيت افتلكم معاي فيها يعني. ابو غالب زكاتك. ابو غالب ما بدوش يفتح لنا، بندخل لحالنا. تعال. المقصود بحارات الشام القديمه يسمونها من باب الحاره وحاره الاماوي. باب زي هذا مثلا بتدخل. تعال تعال. بكون في ايش؟ كم بيت زي هيك. ادخل ادخل. بكون في كم بيت زي هيك. تمام. هاي اسمها حارات الشامية مسكرة، يعني هيك من كثر الترابط بكون في نفس الحارة أربع خمس عيال إلهم باب واحد هون. كيف أنت لما تكون مسكر على بيتك لحالك، هم بكونوا خمس ست بيوت مع بعض مسكرين على حالهم. أي مسكرين على حالهم هون. معتز لما نتجوز المرة الأولى الثانية، الأولى ولا الثانية، مش اليهودية الثانية، شكله مخلف. مخلف هالبطل. تعال. أنت ابن معتز؟ اه. أنت هاي ابن معتز. أنت وين الحارة راحت؟ أبو غالب وين معتز؟ ما في حدا هون. كله راح؟ اه. وين ابوك طيب معتز؟ ابي مو هون كمان. في الغوطة؟ اه. بالغوطة. خل نروح نلف لنا لفة بالغوطة. حبيت اخذكم فتلة بحارات الشام، ليش؟ لانه في ناس مش عارفة حياة اهل الشام كيف كانت قبل. حياتهم كانت هيك قريبة من بعض، فيها ترابط، فيها اخوة، فيها قوة. بنشوفكم على خير بشغل غير ان شاء الله. سلام.